السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ دخلت نمت ساعتين، صحيت لقيت الدنيا مقلوبة. لقيت الاهلي جايب 5 6 صفقات، ولقيت السيتي خسران 5 من ارسنال، ولقيت 100 عقبة مقلوبة فوق على تحت. انا مش عارف ايه اللي حصل، المهم قلت اتابع بقى السوشيال ميديا وادخل واشوف الدنيا فيه ايه. دخلت واليكم خلاصة الكلام. حبايبي الزملكاوية، الحلقة دي ليكم النهاردة، مش عايز حد يزعل مني. انا بقول لك الحقيقه بتاعت النادي عندك. لو انت بتحب نادي الزمالك وعايز الزمالك يقف على رجليه، اسمع الكلام ده كويس وما تزعلش منه. انا بكلمك بصراحه. طيب، اولا الزمالك طول عمره بيشتكي فقط لا غير. انت عارف انا كاهلاوي وبحب الاهلي. انا اول ما بشوف الزمالك بيجهز الشماعات وبيجهز الحاجه دي انا ببقى مبسوط. عارف ليه؟ علشان عارف ان كده مفيش حل. يعني هو كده كده مفيش حاجه هتيجي قدام. انت مش هتيجي قدام كزمالك طول ما انت عمال تدور على حاجه وشماعات. خليك افضل من هنا ل 100 سنه قدام كمان. اتكلم ان الاهلي بيكسب التحكيم، الاهلي نادي الدوله، عقود الرعايه، الفلوس، دي. لكن مش عايز تحط ايدك على المشكله فين. والله انت فعلا انت مش عايز تحط ايدك على المشكله فين. انت عارف المشكله فين. انت عارف مشكلتك في مجالس الاداره بتاعتك. انت عارف مشكلتك ان ما عندكش اداره، فبتلوم عليا انا في كل حاجه. يعني بتيجي تلوم على الاهلي في كل حاجه، انت اللي غلطان فيها. انت مجلس اداره النادي عندك. يعني هدي لك مثال بسيط. معلش، انت تعرف يا حبيبي ان الزمالك، والله العظيم بدون مبالغه، ادخلوا على الجوجل واعملوا سيرش وشوفوا الكلام ده صح ولا غلط. اكتر نادي في كوكب الارض جاب لعيبه اخر 10 سنين هو نادي الزمالك. وبعد كده بيقول انا نادي فقير ما عنديش فلوس. فرقه خدت دوري وكاس، ومرتضى منصور كان رئيس النادي. بعد 20 سنه ما خدتش لا دوري ولا كاس، وفي سنه واحده خدت الدوري وخدت الكاس. تاني يوم الصبح مشى 17 لاعب من الفرقه، وجاب 14 لاعب جديد. كلها مصالح وعمولات. انت كزملكاوي انت مش عايز تبص. انت كزملكاوي انت مش عايز تشوف ان هو ده السبب. انت كزملكاوي مش مقتنع ان الناس دي بتعمل عليك مصالح وبتطلع سمسرة في اللعيبه وشغاله بمزاجها وعاملين النادي عزبه. تسيب كل ده وتيجي تقول لا اصل وكاله الاهرام وحسن حمدي. يا حبيبي شوف اللي عندك انت الاول. انت بتقول ما عنديش فلوس، عمال تجيب لعيبه اجانب، بتجيبها منين؟ انا اصل الاهلي لو جبنا فرقه الاهلي بيروح يشتريها بفلوسه. طب وانت فين فلوسك؟ انت اغنى نادي في مصر بالبوتيكات والمحلات اللي حوالين النادي عندك في شارع جامعه الدول العربيه في ارقى منطقه في مصر. مفيش نادي في مصر عنده اللي عندك انت ده. وعندك نادي النهري وانت نادي كبير وجماهيري. استغلت جماهيريتك دي في ايه؟ وعندك قناه وعندك رعايه وعندك اعلانات. فين انت فين؟ انت فين بقى؟ فين فلوسك دي بتعمل بيها ايه؟ مش معلش محدش يزعل مني في طريقه الكلام، بس انا فعلا انا لو زملكاوي هتكلم كده على قناه نادي الزمالك عندي. انا لو زملكاوي هتكلم كده مع الاداره بتاعتي، مش هلوم على الفرقه التانيه. انا لو زملكاوي هقول لهم انتوا حراميه وفشله. يعني في حرامي شاطر وفي حرامي فاشل. ده حرامي وفاشل. عارفين يعني ايه حرامي فاشل؟ انت مستني فشل اكتر من كده ايه تاني؟ انا اروح ابيع لعيب، احسن لعيب في مصر ولعيب واعد و22 سنه او 23 سنه زي امام عاشور، اروح ابيعه ب 3 مليون دولار؟ ده لعيب زي ده اقل من 10 مليون دولار ما يطلعش من عندي. ده انا بايع محمد عبد المنعم المساك، يعني راجل مدافع، باعه باربعة ونص او بخمسة. وايه وبعد معاناه انت باع لعيب زي ده ب 3 مليون. طب ال 3 مليون بتاعت امام عاشور عملت بيها ايه؟ عارف عملت بيها ايه؟ رحت جبت بيها سامسون اكينولا. انت زودت عليها فلوس عشان تجيب لي سامسون اكينولا، فلوس النادي عنده وفلوسه هو. فتخيل انت كاداره انت بتعمل ايه؟ طالعين بقى في نادي الزمالك دلوقتي في قناه نادي الزمالك، بدل ما يشوف الصفقات عنده، بدل ما يتكلم على مجلس الاداره عنده، طالع صفقات الاهلي. اصل شاغل باله قوي. طب الاهلي ليه؟ عشان تعرفوا ان الاهلي كياد وبيعمل وبيسوي. راح قدم امام عاشور، قدم سوري معلش، قدم اشرف بن شرقي، ما قدمش اللعيبه التانيه. طب ما اللعيبه التانيه كده هتزعل؟ يعني اللعيبه التانيه دي مش مهمه؟ يا عم انت مالك؟ انا اقدم اللي اقدمه. انت مالك؟ انا هقدم، مش هقدم انا حتى خالص، انا هقدم بن شرقي بس. انت يشغلك في ايه؟
ده مأثر عليك انت كزمالك في ايه؟ وبعدين انت لما قدمت اللعيبه اللي جبتها، انت قدمت عبد الله السعيد صح؟ قدمت مين تاني؟ وانت قدمت زياد كمال، عملت له تقديم، يعني كده لعيب ملوش لازمه. قدمت الواد شحاته بتاع خط النص، يعني كده ملوش لازمه. قدمت الباك اللي جبته من انبي ده، معرفش اسمه ايه، والله العظيم في لعيبه ما نعرف اساميها في الزمالك، في لعيبه والله ما نعرف اساميها في الزمالك، عملت لهم تقديم برضه وبرومو على القناه عندك، لا. لكن انت شاغل بالك في الاهلي. يا ابني بص في ورقتك، طول ما انت باصص في ورقه الاهلي عمرك ما هتنجح. انت مش مركز، انت مش مركز مع فرقتك، مش مركز مع ناديك، مش مركز مع صفقاتك، انت مركز مع الاهلي بس. وبرضه عشان تعرف ان انت باصص في ورقه الاهلي بس وبتغش وفاشل كمان، يعني حتى دي مش عارف تغش فيها. اول السنه ايه اللي حصل؟ اول السنه اللي فاتت، يعني اخر الموسم اللي فات، الاهلي راح جاب مهاجم وسام ابو علي، فلسطيني وبيلعب في السويد او في الدنمارك. انت باصص كده، ايه ده؟ ايه ده الاهلي جاب مهاجم، ده بيجيب اجوان، ده واد هداف، اسمه ايه ده؟ وسام ابو علي، اه ده فلسطيني بيلعب في السويد. ناو انا دلوقتي ابص الناحيه التانيه، انا عايز مهاجم فلسطيني وبيلعب في السويد، اجيبه الزمالك زي الاهلي عشان يكسر الدنيا، انا ماليش دعوه. ورحت جبت عمر فرج، ما لعبش ماتشين، ما جابش ولا جون، واديك مشيته. انت عايز تعمل زي الاهلي بس وخلاص، انت مصر ان راسك تبقى براس الاهلي فقط لا غير. يا حبيبي ما تزعلش مني، شوف انت فين الاول وشوف الاهلي فين، المسافه سنين ضوئيه. انت ما ينفعش تبقى راسك براسي على طول، اشتغل على نفسك، ومفيش حاجه بعيد، اشتغل على نفسك، خطط، اعمل خطه قدام 3 سنين 5 سنين، انا هعمل كذا وهعمل كذا وهقوي الفريق، والسنه دي مش عايز بطولات، السنه الجايه هعمل كذا، السنه الجايه هعمل كذا، وواحده واحده. طب السنه دي عشان ازود عقود الرعايه هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، اعمل خطه، اشتغل. سيبك من الاهلي، انت شاغل بالك بالاهلي، انا زي الاهلي، انا اكتر جماهير الاهلي. طب يا حبيبي، انت نادي القرن الحقيقي، انت احسن من الاهلي، انت شعبيتك اكتر من الاهلي، انت بتاخد فلوس اكتر من الاهلي، خليك كده، خليك عايش في المؤامره وفي الغيبوبه اللي معيشينك فيها دي وضاحكين عليك بيها كجمهور نادي الزمالك، وانت مصدق وماشي وراهم. انا ما عنديش لعيب يعمل معايا زي زيزو، اقسم بالله، بره النادي. لو انت مين؟ لو انت ابو تريكه ما يعملش كده. انا مفيش لعيب يبيع ويشتري فيا ويقول له اخد 200 مليون و100 مليون وهو صفر في الملعب اصلا. ده انا اكرم توفيق راجل دولي وراجل مؤثر في النادي الاهلي ومؤثر في منتخب مصر، واكرم رجوله زي ما بيتقال عليه، حتى مش هديله فيها الاولى، لا انت اخرك 20، اخري معاك وصل 30، هينفع معاك؟ هينفع؟ مش هينفع؟ مع السلامه يا حبيبي، شوف مصلحتك، النادي ما بيوقفش على حد. لكن انتوا زيزو ما بيدوكوش بتلاتة تعريفه كوره، بتلاتة تعريفه كوره من 3 سنين فاتت، صفر، صفر كوره. ومع ذلك عمالين تتحايلوا عليه وتبوسوا على ايده وتلحسوا في جزمته، و100 مليون وجدد يا زيزو ونديكم مرتبنا، طب هنبيع حته من ارض اكتوبر، طب خد بيها شقه، خد بيها فيلا. ايه ده؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ وكل همكم اصلا عشان ما يروحش الاهلي، والله ما عايزينه في الاهلي، اقسم بالله احنا عندنا 10 مرات قد زيزو في الاهلي. انا مش عايز، ولو جه في الاهلي هياخد ال 25 مليون، اللي انتوا عايز منكم 100 مليون بالجزمه هياخد عندنا 25 مليون. حبيبي ده راجل بيسوق نفسه عندنا، راجل بيتشاف، بيلعب في كاس عالم، بيعمل، بيتشهر، بياخد بطولات، بيعمل اسم، بيعمل تاريخ. القصه غير عندكم خالص، انتوا غير عندكم خالص. انا بتفرج على قناه الزمالك 3 ساعات 4 محللين قاعدين بيهاجموا صفقات نادي الاهلي بس. ده جاب تريزيجيه هيعمل بيه ايه؟ طب انتوا عارفين تريزيجيه عنده كام سنه؟ ده اصل صفقه بيراضي بيها الجمهور. واشرف بن شرقي اصل صفقه بيراضي بيها الجمهور عشان الخطيب الجمهور شتمه وبيراضي بيها الناس. اصل جراديشار ده مجهول الهويه، ده طلع فيه عموله، ده بياخد كام ده. طب وانت صفقات، سيبك من الاهلي، والله سيبك من الاهلي، ما انتم مش هتطلعوا قدام طول ما انت شاغل بالك بالاهلي بس. انت انا ممكن اكسب ماتش بالتحكيم، انت ممكن تكسب 10، انت مش فارق معاك ال10، انت فارق معاك الماتش اللي الاهلي كسبه. عارف الدليل؟ اقول لك اكبر دليل على كده ايه؟ انت كزملكاوي لو راجل بتفهم وعندك مخ، انت راجل نادي بطولات، انت عايز تاخد بطوله صح كده؟ الاهلي كان بيلعب بيراميدز، وعلى كلامكم انتوا كلام الزملكاويه ان الاهلي كسب بيراميدز في التحكيم او ان بيراميدز اتظلم. انت مصلحتك لو انت عايز تاخد الدوري ان هم يتعادلوا او الاهلي يكسب، لان بيراميدز هو اول الدوري، وانت راجل عايز تاخد بطوله، فانت عايز المتصدر يتعطل،
او احنا الاتنين نتعطل، دي احسن نتيجه ليك. انت طالع ومالك قنوات صياح والقنوات التحليليه ازاي ومش ازاي، وزعلان عشان الاهلي اتعادل مع بيراميدز. يا حبيبي دي مصلحه ليك، ده انت لو عايز بطوله، لكن انت مش عايز حاجه، انت عايز بس الاهلي يبقى وحش، انت عايز الاهلي يخسر، انت عايز الناس تقول عليك انت زي الاهلي. ما تفرقش مين، يعني اي حد يكسب الدوري مش مهم، بس الاهلي ما يكسبش. انت بقى فين؟ انت بتفكر ان انت تكسب الدوري؟ لا. طموحك تكسب الدوري؟ لا. انت طموحك صغر قوي 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 قوي. بقى طموحك بس ان انت تنقش في النادي الاهلي، او تسوق سمعته، او تتكلم عليه. ده بقى طموحك. انت مفيش طموح دلوقتي ان انت تنافس الاهلي، انت بعيد، انت بعيد خالص، انت سنين ضوئيه بيني وبينك. والله العظيم انتوا عمالين تتكلموا عن الاهلي وصفقات الاهلي، وده حلقه كامله يا راجل بيتكلموا فيها ان الاهلي ما قدمش غير بن شرقي بس، يعني اللعبه التانيه كده ملهاش لازمه. يا عم انت مالك، انت مالك، خليك انت في القلم اللي خدته على قفاك في بن شرقي. ده الراجل ساب فلوس هناك وقال لك ده عنده اصابه مزمنه، ده ما كانش ده ما يسواش 3 تعريفه، ده ما يسواش 700,000 دولار. طب هنشوف الملعب يسوى كام. اشرف بن شرقي. وخلي انتوا عندكم شلبي وسامسون اكينولا وعمر فرج، هم دول اللي يسوا ملايين، وزيزو ابو 100 مليون. ماشي. والله العظيم انا مش عايز حد يزعل مني من الزملكاويه، بس اقسم بالله الناس دي بتشتغلكوا وبتضحك عليكوا، وانتوا عارفين، بس من الحرقه مش بتتكلموا. واهم حاجه ان انتوا ايه، تنكش في الاهلي. يا عم انكش فيا بهزار، انا وانت كجمهور بننكش وبنرازي بعض، بنهزر وبنسف على بعض وبنحفل على بعض. لكن الناس دي بتشتغلكوا وبتعمل عليكم مصالح، الناس دي لا بتشتغل ولا همها نادي الزمالك، ولا فارق معاها اي حد غير مصلحتها الشخصيه. واحد زي احمد سليمان ده سمسار لعيبه، واحد زي مرتضى منصور كان قالب النادي عزبه هو وعياله. الناس دي اخر حاجه بتفكر فيها الزمالك، اخر حاجه بتفكر فيها جمهور نادي الزمالك. وانتوا دلوقتي، هو مين اللي لبس الزمالك معلش في نص مليار؟ معلش حاجه نسيت اقول لكم عليها. انتوا عارفين المجلس الجديد ده اللي جه بتاع حسين لبيب ده دافع كام غرامات اللعيبه؟ دافع كام؟ نص مليار جنيه، 500 مليون. بالبلدي كده دافع حوالي ايه، 13 مليون دولار غرامات. ال 13 مليون دولار دي ما كنتش تعرفوا تجيب بيهم 4 5 لعيبه سوبر توب التوب؟ كان بيدفعها غرامات للعيبه، لعيبه جت وما لعبتش في نادي الزمالك ومشيت وخدت فلوس ولسه عماله تاخد فلوس من الزمالك، زي خالد بوطيب وشمبونج واجوجو. هات لي لعيب واحد مشي من الزمالك او مدرب وهو واخد مستحقاته، لازم يروح يرفع قضيه وياخد فلوسه والطقطقين. خالد بوطيب ده لعب معاكم كام ماتش؟ جاب جون في بلديه المحله او في غزل المحله، جاب 3 4 اجوان في مسيرته كلها مع الزمالك. لعب كام ماتش؟ واخد حوالي 8 مليون دولار من الزمالك، ما بين غرامات وبين مرتب وبين عقد وما بين وما بين وما بين وما بين، والفلوس بتاعته خدها بتاع 30 مره. الراجل ده شاطر، عارف هو بيعمل ايه. مين اللي بيعمل عقود عندكم؟ رايحين جايبين لي لعيب اعاره بكام مليون جنيه، اللي هو زياد طارق ده ولا زياد كمال. انتوا ايه مين انتوا اللي انتوا بتشتغلوا ازاي؟ اهم حاجه السبوبه والمصلحه تطلع. النص مليار دول لو كانوا دفعوا غرامات، اللي دفعوا غرامات لو كانت جبت بيهم لعيبه، كان زمانك في حته تاني، كان زمانك عندك احسن اسكواد في مصر. مين اللي لبسكوا في الغرامات دي؟ اللي عمال يجيب لعيبه عشان يبقى زي الاهلي وما يدهمش فلوس ويأخر مستحقاتهم، وفي الاخر يشتمهم ويمشيهم من النادي ويروحوا يرفعوا قضايا وياخدوا فلوسهم اضعاف مضاعفه. وبقت سمعتك سيئه في الفيفا بسبب كتر القضايا واللعيبه اللي عندكم، لا مدرب ولا لعيب بيمشي وهو واخد فلوسه. الناس دلوقتي بتترحم على ايام مرتضى منصور. برضه انتوا ناسيين مرتضى منصور عمل ايه؟ ما هو السبب في ده مرتضى منصور. ودول كملوا. اصحوا وفوقوا وشوفوا ناس تحب مصلحه النادي وبتحب نادي الزمالك، ويعملوا زي الاهلي ويفكروا في مصلحه النادي بس، والله العظيم. وسيبكم من الاهلي وبص في ورقتك زي ما بيقولوا، بص في ورقتك، مالكش دعوه بالاهلي. سيبني انا وحش، وسيبني اجيب صفقات مضروبه، وسيبني اطلع سمساره، خليك انت كويس، سيبك مني انا. اي حد زملكاوي بيتفرج على الفيديو ده والله اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه وانت تعرف ان انا بكلمك في الصح. شغل مخك بس، ماشي؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.